مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتري. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الرؤساء والملوك يبعثون تهنئة التهنئة. إقليم جنوب البحر الأحمر يحتفل بعيد الاستقلال. ساوا تحتفي بعيد الاستقلال المجيد. بابو غينيا الجديدة والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية أمنية. الجيش الروسي يتصدى لعملية توقع عسكرية من حدود أوكرانيا. مليارا شخص قد يتعرضون لموجات حر خطيرة بحلول عام 2100. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث رؤساء اثيوبيا وكينيا والمانيا وتركيا ونيكاراغوا وملك السويد ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال المجيد. وأعرب رؤساء اثيوبيا سهل ورق زودي وكينيا ويليام روتو وملك السويد كارل غوستاف ورؤساء ألمانيا فرانك فالتر وتركيا رجب طيب أردوغان ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس سياس أفورقي والرخاء والازدهار للشعب الإريتري. وأضاف رؤساء اثيوبيا وكينيا وتركيا عن ثقتهم في تقوية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين بلدانهم وإريتريا. احتفل إقليم جنوب البحر الأحمر بالذكرى 32 لاستقلال البلاد يوم 23 من مايو بمدينة عصب. وشهد الاحتفال الرسمي الذي حضره حاكم الإقليم سعادة السفير محمد سعيد بنتاي وقائد هيئة الأركان للقيادة الشرقية العقيد ساهي والدو وسلطان رحيته عبد القادر داود وجمع كثير من المواطنين. شهد عرض عسكري مكون من مجموعات الجيش الشعبي لتحرير إريتريا والقوات البرية والبحرية والجوية والشرطة وعروض الزوارق السريعة وفلكلور شعبي وعروض ثقافية وفنية. وقال السفير محمد سعيد بنتاي أن الاستقلال يحمل مضامين كبيرة ويتحقق بثمن باهظ، مشيرا إلى أن الشعب الإريتري خاض نضال مرير من أجل نيل استقلاله وحريته حيث تحقق ذلك بنجاح مذهل. وذكر بأن السلام والاستقرار يحتل المكان الأولى وقد أنجز ذلك بفضل وحدة ووئام الشعب ورؤيته الثاقبة وكذا النهج المستقل للحكومة والجبهة، وأن حماية هذا السلام مهمة لا تقبل التراخي. وأشارت منسقة لجنة الاحتفالات في الإقليم السيدة حواء محمد إلى الاستعدادات الواسعة والبرامج الفاعلة التي ستنفذ في الاحتفال بالذكرى 32 للاستقلال لعكس مضامين الاستقلال، كما عبرت عن امتنانها لمساهمة المواطنين والمؤسسات الحكومية ووحدات القيادة الشرقية والبحرية في تلك البرامج. في غضون ذلك افتتح حاكم الإقليم السفير محمد سعيد بنتاي معرضا للصور أعدته المؤسسات الحكومية والأفراد. هذا وسوف تتواصل برامج وفعاليات الاستقلال في ساحة راس غامبو بمدينة عصب حتى 26 من مايو. احتفل الساوا اليوم بالذكرى 32 للاستقلال المجيد بحفاوة كبيرة تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. ونظم أعضاء الدفعة 35 للخدمة الوطنية عرضا للمارشات العسكرية في الحفل الذي شارك فيه قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي وقائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جدي وقادة هيئات مركز تدريب الخدمة الوطنية. وقال قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جدي أن الاحتفال بعيد الاستقلال الذي زادت حفاوته بكأس هدية الاستقلال يحتفل به ببرامج تضاهي المناسبة. ودعا الشباب لوراثة قيم وتدعيمها بالتنمية لكون الشباب حامل الأمانة، وأن الاستقلال الذي يتحقق بتضحيات جسامة تتم حمايته بثمن قليل. احتفل الإقليم الجنوبي في 22 من مايو بالذكرى 32 للاستقلال تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وشهد الحفل الرسمي الذي أقيم في استاد مندفرة عصر أمس وشارك فيه مسؤولي الحكومة والجبهة والضيوف المدعوين برامج فنية وثقافية قدمت بواسطة 700 من الطلاب وأعضاء الفرق الفنية. وقال حاكم الإقليم السيد هبتآب تسفاسيون بأن الشعب الإريتري أفشل كافة المؤامرات والتحديات بخوض نضال مرير استغرق 80 عاما، وهذا هو نتاج تنظيمه الواعي المتماسك، مشيدا بالجهات التي أسهمت في إخراج الحفل بتلك الحفاوة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات في الإقليم السيد إبراهام يوهنس تقديم برامج فنية وعروض طلابية وكذلك برامج للتوريث وأسبوع للطلاب أعد بقدرات الأقاليم وبما يليق بعظمة مناسبة الاستغلال. وذكر بأن المشاركة الواسعة التي أبداها المواطنون في استقبال هدية الاستغلال خير دليل على تماسك الصفوف والترابط، مشيدا بحسن الاستقبال الذي وجدته الهدية في كل المناطق من قبل المواطنين والإدارات والجيش. واشتملت برامج الحفل الرسمي عروض طلابية ودراما استعراضية وفلكلور شعبي وأغاني ثورية ودراما بعنوان القوى الخارقة. هذا وتحتفل مديريات الإقليم الجنوبي بعيد الاستغلال بحفاوة كبيرة وبروح وطنية عالية. احتفل المواطنون في 16 مديرية بالإقليم الأوسط بنصب 132 خيمة في الأحياء احتفالا بالذكرى 32 للاستغلال المجيد بحفاوة كبيرة ابتداء من 20 من مايو. ألقى مدراء المديريات كلمات ضافية في فعاليات الاحتفالات التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش، أوضحوا فيها اكتساب إريتريا تجارب ثرة خلال 32 عاما من سنوات الاستغلال ساهمت في بناء قدرات كافية للتغلب على التحديات التي تواجهنا في المسيرة بكفاءة. وذكر المشاركون بأن الاحتفال بنصب الخيام في طرقات ليس للمرح فقط بل من أجل تجديد العهد للحفاظ على استغلالنا الذي هو هدية شهدائنا الأبرار، موضحين بأن تأمين الاستقرار والرفاهية والتخلص من الاتكالية هو نتاج نضالنا المرير واستشهادنا النبيل. هذا وقد تزينت الخيام المنصوبة في الطرقات بالأعلام والشعارات الوطنية والبرامج الثقافية والفنية والعروض الموسيقية. احتفل الإريتريون في المدن الإيطالية وإسرائيل وكندا ومصر وألمانيا بعيد الاستغلال. وأوضح سفير إريتريا في إيطاليا سيد فيساسيون بيتروس في الاحتفال الذي جرى في روما بأن الاحتفال الذي نقوم به هو نتاج التضحيات المقدمة ل60 عاما وانتصارنا بتجاوز الصعاب والتحديات. وقال أن الحكومة الإريترية تقوم بجهود حثيث لتحقيق السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي، باعتبار أن السلام والأمن الداخلي له ارتباط بالسلم والاستقرار العالمي عامة والسلم والاستقرار الإقليمي خاصة. وقد شهدت احتفالات المدن الإيطالية مناشط فنية تعكس عظمة المناسبة، وستنظم المدن الإيطالية المتبقية احتفالاتها يوم 28 من مايو في هذا الشهر. من جهة أخرى احتفل الإريتريون في مدن ويمبينغ وبراندن ووينكلر الكندية بعيد الاستغلال، كما احتفل الإريتريون المقيمون في إسرائيل بعيد الاستغلال في حفل أقيم بمدينة تل أبيب. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سلمون كنفي ورئيس الجالية الأستاذ زريزكي غيتوم في المناسبة بأن التضحيات الكبيرة المقدمة من أجل الاستغلال هي مصدر إلهام للاحتفال بعيد الحرية. وقد شارك في ذلك الاحتفال أكثر من 1200 مواطن. كما احتفل الإريتريون في القاهرة بعيد الاستقلال. وقال السفير فاسيل غبر سلاسي في الاحتفال بأن هذا اليوم هو مناسبة لتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء وإعمار البلاد. كما نظمت احتفالات مماثلة في المدن الألمانية. انتقل كأس هدية الاستغلال اليوم من مديرية بريخ إلى مديرية قال نفحي في مراسم جرت ببلدة دعرو قابلوس. وسلم مدير مديرية بريخ السيد تسفو فيسازيون كأس هدية الاستغلال إلى مدير مديرية قال نفحي السيد محاري يوهنس في مراسم شارك فيها طلاب كلية ماي نفحي والشعب والجيش فضلا عن الاستعراض الجوي. وبعد وصول كأس هدية الاستغلال إلى حنبرتي مرورا بقرى عد قعداد وعد كي وعد حموشتي ولاقين وعد رأسي وعد منقر وكتمولع وأباردا، أضاء مدير مديرية قال نفحي السيد محاري يوهنس شعلة على شرف كأس هدية الاستغلال. وفي الحفل الذي نظم في سلع دعرو بحضور حاكم الإقليم الأوسط السيد فسايا هايلي والمدير العام لإدارة الإقليم السيد زرئيت والبرهان، قال السيد محاري بأن المديرية خاضت فيها الجبهة الشعبية معارك ضارية عام 1977 ضد المستعمر، واستولت فيها لأول مرة على دبابة صنعت لاحقا بطولات كبيرة في عملية فنقلة تاريخية. وقد أتاح كأس هدية الاستغلال الفرصة للتعريف بهذا التاريخ. كما شهد البرنامج عرض العديد من المناشط الفنية. هذا وسيسلم كأس الاستغلال الذي انطلق يوم 24 من مايو من نخفة سيسلم إلى الجهة المعنية في استاد أسمرة يوم غد. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا.
مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية دفاعية جديدة بهدف تحديد العلاقات في خطوة ينظر إليها بأنها محاولة لمواجهة تزايد النفوذ الصيني في المحيط الهادي. والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب في العاصمة بورتو مورسيبي لتعميق التواصل مع هذه الدولة الجزيرة في المحيط الهادي، والتي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من طرق التجارة للحليفين استراليا واليابان. وهذه هي أحدث خطوة في فترة المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيط الهادي بعد عقد من الزمن عززت فيه بكين وجودها الاقتصادي والسياسي في المنطقة. قالت روسيا أنها تتصدى لعمليات توغل عبر الحدود ينفذها مخربون قدموا من أوكرانيا، فيما يبدو أنه أحد أكبر الهجمات من نوعها منذ بدء الحرب العام الماضي. وقال حاكم منطقة بلغرود الروسية أن مجموعة تخريبية أوكرانية دخلت الأراضي الروسية في منطقة غريفورن متاخمة لأوكرانيا وتم دحرها. ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالهجمات وأن القوات الروسية تعمل على طرد المخربين. وأضاف أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا وتضررت 3 منازل ومبنى إداري. تتجه درجات حرارة سطح الأرض إلى الارتفاع بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول العام 2100 مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على أكثر من 2 مليار شخص أو 22% من سكان العالم بحلول هذا الموعد. وحذر باحثون في دراسة من أن السياسات المعمول بها حاليا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ستعرض أكثر من خمس البشرية للحرارة الشديدة والمهددة للحياة بحلول نهاية القرن. تضم الهند ونيجيريا وأندونيسيا العدد الأكبر ممن قد يواجهون حرارة قاتلة في ظل هذا السيناريو، وتبلغ أعدادهم على التوالي 600 مليون و300 مليون و100 مليون. ولكن من خلال وضع حد الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس العام 2015، سينخفض عدد المعرضين لهذه المخاطر إلى أقل من نصف مليار شخص. في الخبر الأخير، فرضت غرامة قياسية تبلغ 1.2 مليار يورو على شركة ميتا المالكة لفيسبوك لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في انتهاك لحكم قضائي سابق حسب ما أعلنت عنه الهيئة الأيرلندية لحماية البيانات. وقالت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي أن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو. وأعلنت ميتا أنها ستطعن في القرار. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إقليم جنوب البحر الأحمر يحتفل بعيد الاستقلال. ساوا تحتفي بعيد الاستقلال المجيد. بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية أمنية. الجيش الروسي يتصدى لعملية توغل عسكرية من حدود أوكرانيا. مليار شخص قد يتعرضون لموجات حر خطيرة بحلول عام 2100. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.